ده ورق العضوية. ان شاء الله اللي يذاكر منكم من المصدر الاساسي مش هيحتاج يراجع من حتة لده، يعني ده انا مش سايبة فيه كلمة، هو مش ملخص، هو مخطط، فانا مش سايبة فيه حاجة خالص. والكتاب اللي انا كنت بعتمد عليه هو كتاب المدرسة، فيعتبر انت معاك كل حاجة تمام. طيب في بس غلطة، المفروض ان كنت ابدأ بالبنزين، بس كتب الكحولات الاول، يعني ترتيب الكتب الكحولات الاول مش مشكلة. بس بقوا خدوا بالكم ان البنزين هو تاني حاجة تمام. اول حاجة بيقول لي المعلومات بقى اللي جنب دي، يتفاعل بالاضافة والاحلال حاجتين اهو. طول الرابطة فيه مزدوجة بين الطويلة والقصيرة نتيجة لعدم تمركز الالكترونات الستة عند ذرات ايه معين تمام، عند ذرات سي معين. طيب هنا برضو بيقول لي سائل شفاف لا يمتزج بالماء، له رائحة مميزة ويغلي عند 80، يعني انا مش سايبة حتى الخواص بتاعته. تحضير طريقتين، صناعة مختبر. المختبر التقطير الجاف لملح بنزوات صوديوم مع الحجر الجيري الصودي، ودي المعادلة. الصناعة من ثلاث طرق. عندي من قطران الفحم، مشتقات بترولية، فينول. الفينول عندي الفينول ده هو عامل مؤكسد، برضو انا اللي كاتبه الملاحظات دي جنبها. عامل مؤكسد هاخده مع الزنك عامل مختزل، يحصل له ريدكشن. ريدكشن اللي هو الاختزال، هيديني البنزين والزد ان او. بيسأل على النواتج الفرعية على فكرة. من المشتقات البترولية الكيماوية عندي هكسان، هعمل له إعادة تشكيل محفزة هيديني البنزين وأربعة H2O. بيسأل على النواتج، بيسأل على كام مول اتش. طيب وبرضو بيقول لي بالمرة ثلاثية، بالمرة الثلاثية للسي 2 اتش 2، مش فاكرة كان تقريبا اسمه ايساين تقريبا. فبيتعمل بقى في ايه، في هوت ريد نيكل تيوب. هوت ريد نيكل تيوب اللي هي الانبوبة النيكل المسخنة. هوت ريد نيكل تيوب هتديني بنزين. يعني انا عندي طريقتين مشتقات بترولية كيماوية، من الهكسان ومن الايثاين، يا رب يكون اسمه ايثاين. طيب عندي من قطران الفحم، هجيب الفحم الجيري هعمله تقطير اتلافي في نو اير، معزل عن الهواء، هيديني مواد سودة اهمها قطران الفحم. طيب وبيبقى فيه فحم الكوب، يعني دي معلومة ممكن يقولك مثلا ان المواد دي بيبقى فيها ايه، فحم الكوب. ما علينا. هاخد قطران الفحم هعمله تقطير تجزيئي هيديني البنزين. انتوا هتتلخبطوا ما بين التقطير التجزيئي والتقطير الاتلافي، وفي حاجه اسمها التقطير الجاف. ده كله هتاخدوه مقدار العضويه ما تخافوش. بس التقطير الاتلافي اللي هو نو اير، انت بتسخن في معزل عن الهواء. التقطير التجزيئي ده انك في سوائل بتفصلها عن طريق تغير في درجة الغليان بتاعتها ودرجة التطاير. بمعنى مثلا عندي سائل بيغلي عند 80 زي الحاجة ده البنزين ده، واحد تاني مثلا عند 120، اكيد مين هتطاير الاول؟ البنزين. فده فكرة التقطير التجزيئي، يعني بفصل على اساس الاختلاف في درجة الغليان ودرجة التبخر يعني. بس دول الثلاث طرق يعني للتصنيع في الصناعة. بعد كده بقى عندي دول من 3 امثله كانوا مكتوبين في كتاب المدرسه يعني، ونقلتهم زي ما هما. ثنائي فينايل بيبقى شكله كده، وخد بالك من ثنائي الفينايل والنفسلين، يبقى الاتنين دول هو 2 حلقة بنزين، بس الفرق في الشكل تمام. ومهم مهم مهم أنا بقول اهو، مهم 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 انك تحفظ العضويه بالكتابه، مش قصدي كتاب الكلام، لا الشكل الجزئي، انك تعرف ترسم، انك يجيب لك مركب تعرف تحط فين وتعمل منين. يعني حتى المركبات اللي انت اول مره تسمعها من التدريب واحده واحده، لازم تخش الامتحان عارف انك تكتب ازاي وازاي هتعمل التفاعل. يعني مثلا ما تجيش مثلا تعرف ايه ان ده لما بنحط ميه هنا وبنعمل هيدره وبنكسر الرابطه كذا، انت حافظ كلام نظري. انما هتيجي تطبقه على الورقه لازم تعرف ازاي ترسم وهتكسر انهي رابطه وهتدخل فين. المهم الكلام ده مهم جدا، وجه عليه سؤال في الامتحان. والله يعني انا فاكره ان تقريبا ما كانش حد عامله صح حواليا، ومدرسين كتير يعني اتلخبطوا وقالوا ان السؤال ده غلط، وانا الحمد لله عشان كنت بعمل كده حلته صح. فهتقولي لي عرفتي منين انك حليتي صح؟ الكيمياء ناقصه فيها درجتين وانا عارفه الدرجتين راحوا فين. الخلاصه من الكلام ده كله انك ايه، تعرف ترسم، تعرف تكسر منين. الكلام النظري ده لازم تعرف تطبقه على الورق. اللهم بلغت. بس بقى عندي المجموعات الموجهه للموقعين اورسو وبارا في كلمه هاها، هيدروكسيل وامونيو وهالوجين والقايل. طيب ودي المعادلات. انتوا بقى قروها براحتكم كتير قوي، ما اعتقدش ان في حاجه يعني. اورسو وبارا مش ايوباك.
اورثوبارا مش ايوباك. يعني لما يقولك مثلا المركب ده اسمه ايه ايوباك، ما تقولوش مثلا اورثوفينايل بنزين، ما تقولوش كده اورثوفينايل بنزين، ما اعتقدش في مركب اسمه كده، ما علينا يعني. انما الترقيم هو الايوباك. يعني لما يقول لك كده رقمه، مثلا قول له ايه, 2 كلورو بنزين كده، ما تقولوش مثلا اورثو كلورو بنزين او ميتا كلورو بنزين، لا. تمام، دي معلومه مهمه. آم، تقريبا كده. تعالوا نكمل تحت اهو. تفاعلات بقى، تفاعلات البنزين دي حكايه. تعالوا لتفاعلات الالكله الاول. هو عنده الكله واضافه. تمام، الالكله اهي والاضافه اهي. تعالوا نشوف الالكله الاول. عندي هلجنه، انا بجيب بحط له هالوجين. وخدوا بالكم من الحاجات اللي على السهم دي، يعني ايه FeCl3 كات دي اللي هي كاتالايز، اللي هي عامل حفاز. تمام، كان معرفش ايه العامل الحفاز اللي كان موجود هنا بصراحه، تقريبا ما ذكروش. بس هي FeCl3 دي كان بيسأل عليها، وهي فيها جزء كمان في تقريبا في الاسترات، كانت بتكشف عن حمض الستريك وبتخليه لونه بيربل، اللي هو اللون الارجواني ده، موف. دي اكيد جاي، فخدوا بالكم انه هو بيربط. دي بقى يعني اللي هي البنفيت بتاعت الاشكال دي، انك تعرف ازاي ايه دي ودي ودي. حتى هما كانوا اللوح دي كانت متعلقه قدامي، فكنت على طول اي معلومه توه فيها ادور كده بايدي. انا طبعا عارفه ان انا كاتبه الورق وعارفه مكانها فين وشفتها فين قبل كده، فعشان كده بقول لكم يستحسن انكم تكتبوه وانا بقراه لكم اهو. ومصوره لكم، يعني مثلا مصوره لكم الكحولات اهي. فين اهي الكحولات اهي. يعني باكج واحده كده، عشان ايه تعرف انا مفصصها لكم فوق، بس لان اللي حابب ينقلهم في ورق اهو. انا مورياكم الشكل العام بتاعه. مهم، عندي الالكله قلت هحط هالوجين ومعايا FeCl3 وعامل حفاز. طيب في الكله دي هلجنه، سوري، الالكله بقى عندي بنزين هحط له الكايل. ايه بقى الالكايل؟ CH3Cl، اللي هو كان تقريبا كلورو كلورو ايه، هو تقريبا كان كلوروميثايل. كلوروميثايل. بحط له AlCl3 لا مائي. تمام، بيديني بقى ميثايل بنزين اللي هو التولوين. وتاخدوا بالكم من الحاجات اللي ليها اسمين، الفينول ده هيدروكسي بنزين. في كمان عندي اللي هو الثلاثي نيتروفينول، ده اسمه حمض البكريك برضو. في اللي هو الفينول ذات نفسه له كذا اسم، فخدوا بالكم من الحاجات دي. وفينول، وفي حمض كربوليك، فينول وحمض كربوليك وهيدروكسي بنزين. وفي الفينول في منه 2، يعني في مثلا OH ده ايه، ده كاتيكول وهيدروكسي فينول، و1 و2 هيدروكسي بنزين. يعني الحاجات دي لازم تكونوا ملمين بيها، بيلعب بيها في الألفاظ. طيب وبيطلع فيه هنا HCl، بيسأل عن النواتج. بعد كده التولوين، ده تولوين. هجيب HNO3 واهو مكتوب بقى كونك H2SO4 اللي هو HSO4 المركز. وعندي المركب ده مش فاكره اسمه والله، بس تقريبا نيترو تولوين. بعد كده النيترة هنيتره بايه، HNO3 بكونك برضو. نيترة هيديني النيترو بنزين. وده الصيغة، انت حافظ الصيغة اللي هي البنائية تقريبا، ودي الصيغة الجزيئية ولا معرفش اسمها ايه. المهم انت حافظ اللي هو C6H5NO2، لان ممكن يجيب لك كده وانت ما تعرفش. انت مثلا حافظه ان هو حلقة بنزين وعليها NO2. خدوا بالكم انه لازم تحفظ الشكلين، ولازم لو في حاجة تحفظ لها اسمين، ولازم تكون حافظ الشكل الجزيئي. انا عارفة ان العضوية تقيلة، وعشان كده قلت لكم ابدأوا بيها من الاول، بس يعني ان شاء الله الورق ده يسهل عليكم كتير. بعد كده عندي حمض السلفونيك، ده بجيبه منين؟ بجيب بنزين و H2SO4 كونك، وبيحصل كده اللي هو التبادل ومين بياخد مين كده. انتوا من المذاكرة هتعرفوها، يعني انا بس كاتبه هنا الحاجات اللي المفروض تفتكر. بعد كده عندي القايل حمض بنزين السلفونيك مع ال NaOH، هتديني الملح الصودي الالقايل حمض بنزين السلفونيك. وده فكرة الغسيل اهو، مسحوق الغسيل يعني. مكتوب بقى فوق هنا بالاخضر بس كده: كلما كانت السلسلة الكربونية أكثر استقامة كلما صعب تحللها بيولوجيا. يعني طول ما كانت السلسلة، فين السلسلة البيولوجية اهي،
اللي هي الار دي الار دي سلسله بيولوجيه، كل ما كانت اكثر استقامه كل ما كان صعب تحللها. في رسمه في كتاب المدرسه انا فاكراها، كان جايبها كده مستقيمه ستريت وجايبها واحده كده نازله زي ستة كده، دي بقى هتبقى اسهل تحلل. دي معلومه مهمه وبيسال عليها. في بقى ملاحظات على البنزين. الملاحظات دي يا اما من كتاب المدرسه يا اما حاجات كنت بزودها من الحل وكنت بلاقيها مهمه. هي مكتوب خط واضح، انا بس عايزه اقرا اللي انا شايفاه غامض او اللي انا عايزه اضيف عليه. كده البنزين خلص تمام. عايزه بس ارجع للكحولات شوف لو فيها حاجه. مم. دي الخصائص بتاعتها دي مهمة، اللي هي ترتفع درجة الغليان بسبب ال OH القطبية التي تكون رابط هيدروجينية بين جزيئات الكحول، بتفرقوا ما بينها وما بين ارتفاع أصلا ذوبانية الكحولات في الماء، لأنها بتكون رابطة OH بين جزيئات الماء والكحول. يعني دي حاجة ودي حاجة. أنا كاتبة OH كلما زادت الغليان والذوبية زاد. حكاية الأسهم دي على فكرة حلوة وبتريح. خواص فيزيائية دي اللي على الجنب دي خواص فيزيائية، وهنا الطريقة العامة للتحضير هنروح لها كمان شوية. دي التفاعلات اهي، تصنيف الكحولات ثنائي وثلاثي وانا كاتبه الامثله. ومهم برضو تحفظوا الصيغ دي اهي عشان ما تقولوش انك ما قلتيش. اهي الصيغ دي تتحفظ، هي والحاجات اللي جنبها دي، عشان ايه هيلعب معاك والله وانت مش هتعرف، غلبان. طيب خلينا ننزل هي اوضح هنا. دي بعملها ازاي. المثلث ده معناه تسخين هالات الالقاب في المحاليل القلويه، وانا كاتبالكوا كذا معادله. دي ملحوظه مهمه وقاعده. هفهمكم القاعده اللي انا كاتباها دي. بص، المكان اللي فيه هاليد يخرج ويخش مكانه OH. بمعنى بص، بروميد ايثايل، تخيل معايا كده الايثايل، تخيل معايا شكل بروميد الايثايل. طيب انا شلت البروميد وحطيت OH بقى ايثانول. طيب 2 برومو بروبان، ماشي، انا حاطه هنا عند الكربونه رقم 2، هشيل بقى اداني ايه 2 بروبانول. ليه 2 بروبانول؟ لان OH مكان على الذره رقم 2، يعني مكان الايه، مكان البروم. فانا اهو المكان اللي فيه هاليد يخرج ويخش OH. ليه انا كاتبه القاعده دي؟ عشان النصيحه اللي انا قلتها لكم في الاول، اللي هي ايه، اللي هي انك تعرف هتكسر فين وتحط ايه. بالله يا جماعه ما تدخلوش العضويه إلا لما تكونوا متمكنين من كل ده، هيلعب معاكم ويوقعكم والله. الملحوظ دي في كتاب المدرسه اللي هي ترتيب الهالوجينات وكده يعني. خلينا نشوف التصنيف. دي اوليه وثانويه وثالثيه. انا لازم تعرفوا دي، لازم تعرفوا الحاجات دي اهي برضو اهي الحاجات دي انك تعرف ازاي. وكلمه ايزو دي هتقرفك كتير. ايزو دي اللي هي علمها كده في ديل سمكه كده، ديل سمكه اللي هي كربونه وماسك معاها 2 ميثايل، ديل سمكه. طيب اهو لازم تبقى عارف مثلا ان ده مش هيعرف يخش له حاجه، خلاص ده مشبع. طب لو كان مثلا هنا كان في رابطه كمان كده، الحاجات دي لازم تبقى عارف. كحولات اوليه. تحضيرها القديمة من المواد السكرية، تخمر الإيثانول، أنا كاتبة كل المعادلات دي. هيدروليسيس تحلل، يست خميرة، زي ايه زايمز انزيم اللي هو انزيم الزايمز ده اللي كان بيعمل تحلل. بس اللي تحت دي منتجات بترولية بتحصل لها كراكنج اللي هو التكسير، وبتديني الإيثاين. دي الطريقة الشائعة. بعد كده دي اهي التفاعلات اهي، عندي خاصة بال OH وخاصة باللي هي مجموعة الكربونيل وبالجزيء ككل. ما اعتقدش في حاجة تانية. الجزئية بتاعة الحمضية الحمضية بتاعة الكحولات دي بيسأل فيها كتير. أهمية الكحولات أنا كاتباها اهو، كاتباها حتى بالأرقام، يعني لو عشان تاخدوا بالكم من الأرقام. 5% ميثانول ده تحفظوه معلش. بس تقريبا كده خلاص. دي مهمة، ودي كانت جاية فين؟ كانت جاية في كتاب الايزو مراجعة عضوية. كان قال لي الصيغة الهيكلية للشكل ده معرفش كان بيعمل ايه يعني. كان بيسأل على، طبعا هو انت ترد ان هو مانع للتجمد في العربيات، انما انت اصلا الفكرة انك تعرف ايه ده.
انت تعرف انها كل راس دبوس كده زي يعني ثانية كده، كل حتة من دي هو عايزك تقول عليها سي، يعني هنا سي وهنا سي، فمين اللي فيه 2 سي و او اتش 2؟ ده اسيلين جلايكول بس يعني. دي الفكرة يعني. فدي انا قصدي الحاجات اللي انا ايه بزودها. الماء اعلى صفة حمضية من الايثانول، دي برضو زيادة من الايزو. المركب الاكثر ثباتا هو الاعلى في درجة الغليان، ما اعرفش يعني، دي حاجة بديهية ما اعرفش كاتباها ليه صراحة. بس انا ببص بس عشان يعني الحاجات اللي انا فاكره ان انا اقولها لكم يعني افتكرها، لان في حاجه زي كده يعني انبهك عليها انها مش في الكتاب، ممكن تقولي مثلا جايباها منين، بنك المعرفه او كده، لا دي حاجات قابلتني في الحل. أم، ما اعتقدش ان في حاجه تاني. دي برضو بيسأل عليها كتير، مهمه. دي مهمه جدا جدا جدا، وجه عليها كميه اسئله بالعبيط، والله والله كمية اسئلة فظيعة. انه يقولك مين الكيتوني، ومين المعرفش الالدهيد، ويعني بص اسئلة لاخر الدنيا يعني. ومين اللي بيقبل اللي هو الاضافة، ومين اللي ما بيقبلش؟ ده طبعا ما بيقبلش ده لانه في رابطة مزدوجة، وده بيقبل كده يعني، حاجات من دي كتير. ده الشكل اهو، لو حد عايز يكتبها بايده عشان يفتكرها. نخش على الاستيراد. تقل رائحتها تدريجيا، تتغير الاستر من سائل، شمع، زيوت، كل دي كلام نظري يعني ما اعتقدش فيه تحلل مائي. دي كلها حاجات موجودة يعني في كتاب المدرسة. برضو مهم تكونوا عارفين ده، يعني مش حافظينه بس، لا عارفينه، وعارفين مين بيخش ايه ومين بيروح فين. وانا معلمة اهو، اهو في حاجات انا معلمة عليها اهي، دي بتبقى ايه يعني انا بعرفكم ان اتش اللي هو الاتش دي هي اللي كانت هنا يعني. تاني بقى معلش اهي، الاتش دي جاية من هنا، يعني الاتش جاية من الامونيا. مم. بالله عليكم، بالله بالله عليكم، يا رب يعني اشوفكم كلكم دكاتره تاخدوا بالكم من الحاجات دي. الحاجات دي بتوقع والله. انا هقول لكم على السؤال اللي هو كان في حاجه انك مثلا هتضيف ميه او كده، انا مش فاكره بجد النص، بس ممكن ابقى اجيب لكم الامتحان، او هدور عليه واجيب السؤال حاضر واعمل لكم سكرين شوت واحطه لكم في المنتدى. بس لازم والله الحاجات دي لازم تعرفوا بتتعمل ازاي، انك تكسر فين وتعمل الحاجات دي مهمة يا شباب، مهمة ارجوكم ما تهملوهاش. السبرين والسلسلك الجزء ده بيتسأل فيه يعني لبكرة الصبح، جزء السبرين والسلسلك والحاجات دي كلها بيتسأل فيها كتير جدا. ايه على البارد اهو، طالما على البارد يبقى اللي هيتفاعل هو ال COOH وليس الايه، وليس الجزء اللي تحت ده، انا مش فاكره كان اسمه ايه، ومش شايفه خط يعني، انتوا اكيد هتعرفوا. لان الاستر يحتاج لتسخين، الجزء ده برضو كان في الايزو، انا افتكرت انا مزوده من الايزو، كان بيقول لي مثلا لو حطينا ال ال الاسبرين، او تقريبا ده الاسبرين صح، لو حطينا الاسبرين على سخناه على البارد، لو حطينا عليه NaOH على البارد، وطب لو سخناه كده، يعني الجزئيه بتاعه التسخين وعلى البارد وكده، ومين اللي بيتفاعل اثناء التسخين، مجموعه وظيفيه، ومين اللي ما بيتفاعلش يعني اثناء التسخين خالص وبيتفاعل على البارد، مين. دي مهمه، انا اكيد جايبه كاميرتها تحت اهي. الاسبرين برضو اسمه اسيتايل حمض السلسليك، ودي رمزه انا ما اعتقدش انه موجود في الكتاب، لكن انا جايباه من الايزو مراجعه. الايزو مراجعه يا جماعه كان كتاب قيم قيم بجد، يقلل التجلط. بس كده، ده اهو لما يتفاعل على البارد هيطلع كده. ايه بقى اللي حصل؟ الاو اتش دي دخلت، خدت الاتش وطلعت ميه ودخلت ال ان ايه، فال ان ايه هتدخل هنا مش هتدخل هنا تاني اهي. ال ان ايه دي هتدخل هنا وتطلع الاتش دي بميه اهي، مش هتدخل هنا. ده لا، ده ايه؟ في تسخين، تمام.
الجزئية دي برضه مهمة. زيت الماروخ ده اللي انا كنت بقول عليه، اللي هو يعطي لون بنفسجي. كان بيسأل بقى العامل الحفازي اللي بيستخدم هناك، فاكره هناك مع البنزين، لما بيتحط مع زيت الماروخ ده بيدي لون ايه؟ لون بيربل كده. فهو كان بيسأل في حاجتين، يعني مين اللي بيتحط هناك، ولما بيتحط هنا بيعمل ايه. بس دي بقى الأحماض الكربوكسيلية. الأحماض الكربوكسيلية كلها كلير. انا مش يعني ما اعتقدش كان فيها حاجة، اللي ممكن لو في حاجة في الآخر ان هما دي برضو مين قابل للأكسدة ومين مش قابل. انا معلمه لكم على الحاجات اهو، مين هيدخل ومين هيخرج. ان ايه هتهاجم السي او او اتش والاو اتش الاتنين. يعني مثلا لما يقولك، دي برضو كان سؤال فعلا جاي في الايزو، هيقولك لما احط ال ان ايه على المركب ده ايه اللي هيحصل؟ هيديني المركب الاولاني اللي هو دخلت برضو على السي او او بس، سي او اتش بس، ولا هتدخل على الاو اتش، ولا هتدخل على الاتنين، ولا مفيش اجابه؟ الكلام اللي زي ده. ادي الفينولات. فينولات حمض البيكريك، الفينول يعني. الحصول على الفينول اللي هو التقطير التجزيء القطران الفحم يعني الفينول نوعا ما انت تذاكره بعد البنزين على طول، واعتقد هو ترتيبه بعد البنزين اعتقد يعني. بس ما فيش حاجة. ده الجزء ده سأل فيه كتير، معرفش ليه يعني، سأل فيه كتير قوي ده. بس ده كان كل الموضوع. يا رب الورق يفيدكم. ما تدخلوش الامتحان من غير الورق ده. لو يعني حكمت انك عندك وقت واحد هتذاكر يا اما الورق ده، يا اما هتذاكر مثلا من كتاب المدرسه، انا بقول لك اهو ذاكر من الورق ده، ان الورق ده هو كتاب المدرسه بس متنظم بطريقه الفوتو ميموري. انت يعني مثلا هتتسال في المعلومه، والله الحاجات دي هتيجي في دماغك، الشكل والالوان وكده. فما تهملوش ما تهملوش ما تهملوش، ذاكروه. وهرجع اقول لكم تاني، الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ابعتوا الورق ده لزمايلكم، ويعني انت هتكون ممكن سبب في انقاذ حد واقع في العضوية مثلا، تخيل. وتوفيق ربنا معاك مهم جدا جدا. فصفوا قلوبكم كده، محدش ياخد برزق حد، ما تخافوش، كل حاجة مكتوبة عند ربنا. وانت مش لما تساعده هو ياخد مكانك، بالعكس لأ. صفي النية وخليكوا كده يعني على قلب واحد. ربنا معاكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.